السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بالقاضي الفاضل. ما وراءك يا عبد الرحيم؟ بل أمامي يا سيدي. هل نسي السلطان أعزه الله؟ ذاك. ولكنك شهدت معي الوقائع بنفسك. شهدت أشياء وفاتتني أشياء، وقد يشهد الواقعة جمع من الناس، فإذا قصوها اختلفوا فيها باختلاف الفهوم. فالعين ترى والعقل يؤول، وثمة ما لا تبصره العين ولا تسمعه الأذن مما يقع في الصدور ويدور في الخواطر. إن كان لابد أيها القاضي الفاضل فلا تذكرني بما ليس فيه، فنحن مسؤولون. واذكر أن سيرة السلطان ليست سيرة رجل واحد يملأ الزمان، إنما هي سيرة الزمان في الرجل. فاتق الله فيما تكتب، ولا تجعلني مبتدأ الأمر ومنتهى، إنما أنا رجل في أمة.
السمع والطاعة. علينا أن نغادر القلعة قبل فجر اليوم التالي. اللعنة، نحن أصحاب القلعة، لماذا نطيع أوامر بهروز؟ لم يكن أكثر من عبد مملوك. قبل أن يصير المملوك مالكا ووزيرا في بغداد. القلعة ملكه على كل حال. إنها إرث أبينا شادي. إنك لا تعلم خيرا من هذا. بهروز هو الذي أقطعنا إياها، ومن حقه استرجاعها متى شاء. ولكننا نملك سيوفنا. تعني سيفك الذي قتلت به ذلك الرجل فأثرت حفيظة بهروز علينا؟ لم أعلم أنه صنيعة بهروز. مهما يكن ما كان لك أن تقتله. لقد تحداني أمام الناس، ولو لم أفعل لذهبت هيبة الحكم هنا. أنا حاكم القلعة. بل قل كنت حاكمها حتى اللحظة. لقد توقعت ذلك. بل توقعناه منذ سنين. لم يكن قتلي ذلك الرجل هو السبب، وأنت تعرف هذا. لا جدوى من الكلام الآن. لقد نفذ الأمر، وخطاب الوزير قاطع. إن لم نغادر القلعة قبل فجر اليوم التالي أخذت منا بالقوة. أم تحسب أننا نستطيع أن نصمد أمام جيش الوزير بهروز وأمام جيش خليفة أمير المؤمنين؟ عندئذ نساق أسرى إلى بغداد. جنود الوزير بهروز يترقبون خارج القلعة، ولا فسحة لدينا. مر الرجال والنساء والأتباع والخدم أن يتجهزوا للرحيل مع غروب شمس هذا النهار. ولماذا نرحل في الليل؟ الموت أهون علي من أن يراني الناس خارجا في وضح النهار، وقد تبدلت خطوطي. علم الله أنني أحببت هذا المكان. ولكن إلى أين؟ إلى الموصل؟ لا يمكن أن أجد أحدا يستقبلنا عنده غير الأتابك عماد الدين، فالجميع يخشى انتقام الوزير بهروز وجيوش بغداد. أما الأتابك زنكي فهو رجل قوي. ولماذا تعتقد أنه مستعد للمجازفة من أجلنا؟ لأننا قبل بضع سنين جازفنا بحياتنا من أجله، وها نحن ندفع الثمن الآن. لم يكن قتل أسد الدين لذلك الرجل السبب في عقابنا هنا، وليس العجيب أن يحصل هذا لنا الآن، إنما العجيب أن يتأخر كل هذا الوقت. تعني لا يمكن أن ينسى بهروز أننا أعنا خصمه عماد الدين حينما كانت جيوش الخليفة وبهروز تلاحقه عقب معركته الخاسرة ضد الخليفة وأنصاره. ألم نكن نحن الذين أصعدناه القلعة وأمددناه بالمراكب كي يعبر النهر بها؟ لولا ذلك لكان الآن في عداد الأموات. ولماذا أعنت خصمه وأنت تتابعه وتزدار قلعته؟ لو لم أفعل لبقيت العمر كله ألعن نفسي. فالأتابك عماد الدين زنكي هو الوحيد الذي أعلن الجهاد ضد الفرنجة، وأثبت أنهم يألمون كما نألم وينزفون كما ننزف، فأحيا بذلك عزائم الناس. هيا أعدي نفسك للرحيل. ولكن كيف يمكن أن تحتمل مشقة السفر الطويل وهي على هذه الحال؟ لا خيار لنا. أخيرا سنخرج من هذا المكان الكئيب. هيا هيا، توشك الشمس على المغيب، سنخرج مع غيابها، لن ننتظر أحد بعد ذلك. لماذا تأخر نجم الدين؟ لا أدري لا أدري. تورانشا. نعم يا خالي. أين أبوك وأمه؟ هيا الآن. لا أستطيع، لا أستطيع. أعتقد أني سألد الآن. الآن؟
قد دخل الليل، إنها أوامرك والناس قد استعدوا، فما الذي إنها في المخاض. ماذا؟ الآن؟ هذا ما قلته، لكنه أمر خارج عن إرادتنا. هكذا شاء الله. أوشك أن ينقضي نصف الليل. لقد طال المخاض هذه المرة، لم يحدث مثل هذا مع الولدين السابقين. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا عسانا نفعل إذا أدركنا الفجر ولم تضع؟ لم نتأهب للنزال ولم نخرج، وعساكر بهلوز يراقبون وينتظرون الفجر ليميلوا علينا. وماذا تقترح؟ نرحل بها وهي على هذه الحال؟ أكاد أتطير من هذا الغلام. لعلها فتاة. كل هذا الخوف من أجل فتاة؟ فتاة أم غلام؟ كيف سيحتمل هذه الرحلة الطويلة الشاقة بعد ميلاده؟ لن يعيش، وأظنه سيقتلنا معه. دع مشيئة الله تفعل بنا ما يشاء. تأخر. الحمد لله. أخيرا سأسبقك إلى اجتماع القافلة. لا تتأخر بعد الآن، تكاد الشمس أن تبزغ. ما في اليد حيلة، إما الخروج وإما ألا تنظر إلى ولدك؟ ألا تسميه؟ يوسف ابن نجم الدين. أوكل الأمر لله سبحانه، إن كانت قد كتبت له الحياة فسوف يعيش على الرغم من هذه الرحلة. دخلت الدنيا من باب الشدة يا يوسف ابن نجم الدين، وركبت مركبا صعبا منذ ساعتك الأولى، فلو نجوت منها فلعلك تصير رجلا لا بأس. الشدة لا تقرب أجلا، وطلب السلامة لا يؤخره. والشدة إذا نجا منها الرجل انقلبت إلى ذكرى أثيرة يستمتع بإعادة خبرها، وربما بالغ في وصفها ليظهر مفارقات الأيام والأقدار.
وكان أبي نجم الدين رحمه الله لا يفتأ يذكر أمامي كيف أعرض عني أول الأمر ولم يطق النظر في وجهي تطيرا من مقدمي في تلك الحالة من الكرب والمخافة. وما كان غرضه من ذلك أن يصف الماضي إلا بقدر ما يظهر ذلك اعتزازه بحاضر الحال، فالضد كما يقولون يظهر حسنه الضد. وإني أتساءل أحيانا لو لم يطرد أهلي من إقطاعهم ذاك في ذلك اليوم البعيد كيف ستكون صورة الحال الآن؟ أهلا بكما. قد عرفتما أين تقصدان. نعجز عن الشكر يا سيدي. بل أنا أحق بالشكر منكما. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لولا فعل هذين الرجلين لما كنت الآن بينكم. اذكرا هذا جيدا. هذا ولدي الأكبر سيف الدين غازي، وهذا ولدي نور الدين محمود. سيوفنا في خدمتك يا سيدي. بل في خدمة ديار الإسلام التي تركها حكامها وأمراؤها نهبا للغزاة، بينما بيت المقدس بيد الفرنجة قد جعلوا الأقصى فيها زريبة خنازير. وحينما خرجنا لقتال الفرنجة أصبحنا خطرا يخافونه. يجب أن يخافوا على ملكهم منك يا سيدي. إنك تحرجهم، تجاهد ولا يجاهدون، فينحاز الناس إليك ولا يعلو نجمك حتى تنطفئ نجومهم. وكلما فتح الله عليك معقل من معاقل الفرنجة تقوت دولتك وخافوا منك على دويلاتهم. فلينهضوا إلى الجهاد معي إذن، أو ليسبقوني إليه فيقطع بذلك أسباب الخوف مني. هل يجب أن أسالم الفرنجة حتى أطمئنهم على ملكهم؟ يا سبحان الله، هل صاروا يقرنون مصيرهم بمصير الفرنجة؟ هو كذلك يا سيدي. إن من يتصدى للفرنجة لابد له أن يتصدى لفساد أحوال المسلمين. صدقت. لن نبلغ من الفرنجة شيئا حتى نصبح كلنا يدا واحدة. كيف وجدت ولدي زنكي؟ لما نخبر أي منهما بعد. يعني لا يبدو نور الدين ذا بأس كأبيه؟ وهل يجب أن يكون الرجل صاحب مزاج حاد كي يكون ذا بأس؟ أنا لا أحكم على المظهر، بل أختبر الرجل في الشدة. كيف حال يوسف الصغير؟ أحسبه بخير. تحسبه؟ لا أظنك قد التفت إليه. ما ظننته ينجو، لذلك لم أرغب في النظر في وجهه في أول مولده، خشية أن يتعلق قلبي به فآلم لفقده. ما أصابك ما كان ليخطئك، وما أخطأك ما كان ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف.
لا بأس بك يا أسد الدين، لا بأس بك. أرنا مثل هذا عند أسوار حمص. حمص يا سيدي؟ حمص أولا إذا أردنا دمشق، إذ كيف لي أن أصل إلى بيت المقدس دون دمشق؟ إذا قبل آل بور في دمشق أعطيناهم عهودنا على أن نقاتل الفرنجة معا، فإن أبوا نكون قد أبرأنا ذمتنا أمام الله وأمام الناس. وكما تعلمنا من فقهائنا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم ينفتح الطريق أمامنا إلى معاقل الفرنجة. جيرار، أليس كذلك؟ إنه لشرف عظيم لي أن تعرف الكونتيسة اسمي. إنني أعرف كل شيء هنا في طرابلس، ولا سيما الأشياء التي تثير اهتمامي. ما هذا الذي ترتديه؟ تعنين هذه العباءة وهذه العمامة؟ تبدو فيها مثل أمير عربي. لا قدر الله، هل أخلعها إذن؟ لا على العكس، إنهما يناسبانك تماما. شكرا يا سيدتي، ولكنني لا أحب أن ألتبس بالعرب. وأي بأس في العرب؟ أعني لولا ما بيننا وبينهم، إنهم فرسان وشعراء ويحسنون الغزل كما أسمع، وأنا أحب الغزل وأحب ملابسهم الزاهية، ولا سيما ملابس الفرسان. ولكن كيف حصلت عليها؟ أسرت فارسا عربيا أظنه تاجرا أو أميرا، كان خارجا للصيد. المسكين خرج للصيد ولم يعلم أنك ستصطاده. أحاول جهدي يا سيدتي. إنها من الحرير.
وموشاة بالذهب. شرار، عليك أن تصطاد أميرا آخر لتأتيني بعباءة مثلها. لا أمانع في ارتداء واحدة كهذا. هل كان يجب أن تذليني أمام الحضور؟ ألا تحاولين التحشب قليلا ولو في الظاهر؟ لم أفعل شيئا يثير غضبك هذا. لم تفعلي شيئا. تقولين لم تفعلي شيئا. تتحسسين ثيابه ويضع تلك العباءة عليك. إن كنت لا تتحفظين احتراما لهيبتي وسمعتي، أفلا تتحفظين من أجل مكانتك؟ بحق الرب أنت كونتيسة طرابلس. وأنت شديد الغيرة، كأنك واحد من هؤلاء العرب. إن كنت أحب فيهم شيئا فهي تلك الغيرة التي تتحدثين عنها. ألا تعلمين أنهم يسخرون منا ويشبهوننا بالخنازير لانعدام الغيرة على نسائنا؟ ماذا تريدني أن أفعل إذن؟ أن أضع النقاب كنساء المسلمين وأنتظر عودة زوجي مظفرا من معاركه العظيمة؟ أو ربما مقتولا؟ سيدي، ألا تنتظر حتى أذن لك؟ أمر عاجل يا سيدي. أمير حلب والموصل يقترب من حمص. هذا ما أحتاجه الآن. لن يتوقف هذا الزنكي حتى يقف في مكاني هذا. وعندئذ ربما صار عليك أن تضع النقاب حقا. لعلكم تعلمون الآن لماذا دعوتكم لهذا المجلس. لا نستطيع أن نسمح لزنكي أن يأخذ حمص. تعرفون ما الذي يعنيه هذا؟ دمشق غايته، بل بيت المقدس في آخر المطاف. لقد تمكن حتى الآن من توحيد إمارة الموصل وحلب، فضلا عن الكثير من القلاع والبلدات الأخرى. فإذا دخل حمص ثم ملك دمشق، حصرنا هنا في القدس والساحل. ومن يدري، فربما تطلع بعدها إلى التفاهم مع مصر، وهذا آخر ما نريده. لقد أفدنا من انقسامهم بقدر ما أفدنا من سيوفنا، وربما أكثر. لا أرى أننا بحاجة إلى تداول الرأي في هذا الأمر، فلا بد من خروجنا إليه. المشكلة أنه قد وردت إلي رسالتان، واحدة من ريموند كونت أنطاكيا يعلمني فيها أن إمبراطور بيزنطة يوحنا كونين يعد للزحف على أنطاكيا ليخضعها لحكمه، فهو كما تعلمون يعتبرها جزءا من إمبراطوريته، ويعزم على تنصيب بطريرك بيزنطي فيها بدلا من البطريرك اللاتيني. وهذا ما لا نريده. وعليه فهو يطلب الاستعداد والمساعدة. أما الرسالة الأخرى فهي من ريموند كونت طرابلس، يلح علي بالخروج ليجتمع جيشانا على الزنكي قبل أن يتمكن من حمص فيستفحل أمره. فنحن إذن بين تلبية دعوة كونت طرابلس ودعوة كونت أنطاكيا. مع أنني أكره أن أرى الإمبراطور يوحنا يفرض سلطته على مدينة أنطاكيا اللاتينية، إلا أن خطر زنكي أقرب وأشد. وزنكي الآن عند حمص. أما الإمبراطور يوحنا فأمامه طريق طويل من القسطنطينية إلى أنطاكيا، وإذا تركنا هذا المتوحش الدموي زنكي يتغلب على حمص صار موقفنا أضعف أمام يوحنا كونيان. إذن نعجل إلى لقاء كونت طرابلس ومواجهة زنكي. ولكن ما موقف أمير دمشق؟ حمص جزء من إمارته. لا نستطيع أن نجازف ونعول على قدرته وحده في رد زنكي، فقد عرفتم عزيمة زنكي هذا، فهو لا يهدأ ولا ييأس. لقد سبق له أن حاول مرارا أخذ حمص ودمشق، فلا يرجع عنهما حتى يعود. لماذا لا نكاتبه في حلف على زنكي؟ إنها مدينته على كل حال. صحيح أن أمير دمشق لا يرغب في الخضوع لزنكي، ولكنه لن يقبل أن يتهم بالتواطؤ معنا. نفرض عليه ذلك، ولكننا بهذا نسهل مهمة زنكي،
يصبح البطل الوحيد فينحاز إليه الناس. يجب قهره مرة واحدة وإلى الأبد. لا نستطيع أن نخلي دمشق من العسكر لمساعدة حمص. إذا نترك حمص طعمة له؟ خير من أن يلتف من ورائنا إلى دمشق وقد فرغت من العسكر حين يسمع بخروجنا منها. وعلى كل حال فإن حمص حسنة التحصين وقد حاول أخذها من قبل وأخفق، وقد وصلتنا الأخبار أن فرنجة القدس يحشدون وكذلك قمص طرابلس، وإذا تمكنوا من طرده فقد كفونا شره. وإن أخفقوا أمامه. ما شاء الله ما شاء الله، أمراء المسلمين يتمنون انتصار عدو الأمة على الأمير المجاهد عماد الدين زنكي. هذا خير ما عند الوزير شجاع الدولة جمال الدين بزواج. هل تكون الخاتون صفوة الملك راضية عنا إذا تمنينا أن يستولي زنكي على ملك ولدها أميرنا المعظم شهاب الدين؟ لسنا أقل كرها للفرنجة منه، ولا أقل رغبة في قتالهم وطردهم من بلادنا. ولكن ماذا نفعل إذا قضت الحال أن يلتقي غرضنا مع غرض الفرنجة في هذه الواقعة؟ زنكي يريد حمص ونحن لا ننزل له عنها، والفرنجة لا يريدونه أن يأخذ حمص فيستقوي بها عليهم. لا أراكم تفلحون على أي الحالين. إذا تمكنوا من طرده اتهمكم الناس بالتواطؤ معهم، وإن أخفقوا أمامه قويت حجته وشوكته عليكم. فماذا ترى الخاتون إذن؟ تعلموا منه. ألا ترون أن زنكي قد أوقعكم في هذا الحرج لأنه تقدم عليكم في حرب الفرنجة؟ الرأي عندي أن ننتظر زحف الفرنجة إلى زنكي، وبذلك تفرغ إماراتهم من العساكر، فتخرج عساكرنا فتعيث في ديارهم وتوغل فيها. فإذا انهزم زنكي أمام الفرنجة نكون نحن قد أنجزنا نصراً لم يحقق مثله، فتبرأ ذمتنا ونعلو في عيون الناس. وإذا انتصر زنكي على الفرنجة لم يكن له عذر في منازلتنا، وقد قاسمناه قتال الفرنجة والنصر عليهم، وبذلك نكسب في الحالين. لقد سمعتم رأي الخاتون، وهو الرأي. هؤلاء رجال دولتك الذين ترجو أن تواجه بهم زنكي؟ ومع ذلك تعلمين أني لا أحب خروجك إلى المجلس. ولم لا؟ أتذكر أنهم حلفوا لي ولك معا على الطاعة حين فعلت ما يجب علي فعله؟ حين دبرت قتل أخي ابنك إسماعيل. هل تحسب أني فعلت ذلك طوعا؟ لقد قتلت جزءا من نفسي حين قتلته. تلك أحكام السياسة، ومن أراد مغانم الإمارة عليه أن يتقبل مغارمها، وهذه بقدر تلك. لقد شاعت قبائحه بين الناس، وأصاب بشره كل بيت من بيوت دمشق، ولم تنفع معه نصيحة. فهاج الرؤساء والعامة معا، فلم أجد إلا أمرين: إما أن يقتل واحد من آل بوري، أو يقتلوا جميعا بأيدي الناس. فاخترت الأولى، ولولا ذلك لم تكن الآن أميرة دمشق وأعمالها مكان أخيك. لا يا محمود، لم أتجرد من عواطف الأم. لست وحشا بثياب امرأة. هل تخاف مني؟ ألا تراني أحيطك برأيي وبتدبيري مخافة عليك وحماية لك؟ إنما أخاف من خوفك علي. أي أمير هذا الذي لا يعمل إلا بتدبير أمه؟ وهؤلاء الرؤساء يعلمون ذلك، فما الذي بقي لي من هيبة الملك؟ هؤلاء الرؤساء هم الذين يجب أن تخشاهم.
لا أستطيع أن أتركك لهم فيريدوك المهالك. لقد استمعت إليهم، ولا سيما ذلك الوزير اللعين بزواج. هل نسيت أنه فرض نفسه في الوزارة بالسيف؟ لم يكن إلا واحدا من الغلمان الأتابكية حتى قتل الوزير يوسف في وضح النهار وأعلن العصيان، ولم يدخل في الطاعة إلا بعد أن بذلت له الوزارة وصار متعهد الحكم هنا. الغلام الأتابكي صار وزيرا ذا ألقاب، شجاع الدولة، جمال الدين، قبحه الله. والله ما يساوي عندي نعل زنكي ذلك الذي لم أره حتى الآن. أيظن أنه سينجو بفعلته إلى الأبد؟ لا ورب الكعبة، ولكن لكل شيء حين، لكل شيء حين. إذا تراجعنا إلى حلب وتجنبنا منازلة ملك القدس وقمص طرابلس فسوف تضعف نفوس عسكرنا. فإذا عزمنا على الرجوع إلى حمص مرة أخرى قال قائلهم: وما نفع ذلك إذا كان فولك بن فولك سيخرج إلينا بجيشه ليحول بيننا وبينها؟ أما الفرنجة أنفسهم فستقوى نفوسهم، وإذا عدنا عادوا. لذلك أرى منازلتهم، فإذا هزمناهم هان علينا أمر حمص ومال أهلها إلينا ضد أميرها معين الدين أنر. نحن معك على ما ترى يا سيدي، ولكن هل ننتظر وصولهم إلينا هنا فنحصر بينهم وبين المدينة وهم أكثر منا؟ أرى يا سيدي أن نبادر إليهم قبل أن يستريحوا ويتجهزوا للقتال، فنستدرجهم إلى حيث نريد، ثم نكمن لهم بعد أن يكون التعب قد أخذهم من طول المسير بين الجبال، فنأخذهم على حين غرة. وإلى أين نستدرجهم؟ إلى حصن بعرين، فهو من حصونهم المنيعة، ويسيطر على حمص وحماة، ويحرس الطريق الذي يفضي إلى البقيعة. ولما كان قريبا منا فإن وصولنا إليه لن يكلفنا جهد أو مشقة. أما هم يا سيدي فلا سبيل إليه إلا عبر طرق الجبال الضيقة، فيسهل علينا أن نفاجئهم. فإذا هزمناهم طلبنا حصن بعرين نفسه بأسراهم. صرت تعرف هذه البلاد أكثر من أهلها يا أسد الدين. إنما نتعلم من صحبة الأمير نصره الله. ما رأيكم بخطة أسد الدين؟ رأي حسن. فإلى حصن بعرين إذن، وستكون هذه أول منازلة لنا مع ملك القدس. لذلك يجب أن نهزمه مهما كلف الثمن. ليس زنكي بالذي ييأس. ما الذي يدبره هذا الرجل؟
هل نتابع المسير إلى الموقع الذي تركنا فيه جندي يا مولاي؟ لقد تعبت خيولنا من طول المسير. المصلحة تقتضي الإسراع إلى بعرين. نخشى إن تأخرنا أن ييأس المدافعون عنها، فقد أقام زنكي عليها منذ أيام وقطع طرق المؤونة، وهم لا يعرفون هناك بزحف دان نجدتهم. ألم تستطيعوا إنفاذ رسول إليهم؟ زنكي يحيط بالحصن. لقد فاجأنا حين تحول عن حمص إلى بعرين. قد نضطر إلى خوض عدد من المعارك قبل أن نحسم النتيجة، لذلك من المناسب أن نحتفظ بالمعسكر ونبقي فيه جزءا من الجيش، بينما نخرج غدا إلى موقع زنكي عند حصن بعرين. يجب أن نحمل عليه حملة قوية في اللقاء الأول حتى تضطرب عساكره فلا يقدر على جمعها من جديد. إنه لا يتحمل حربا طويلة في هذه المواقع، فهو بعيد عن مراكز إمارته في حلب والموصل، وحمص لن تنجده مؤكدا، وكذلك دمشق، فهم يخشونه أكثر مما يخشوننا. لو استطاع أمير أنطاكيا أن ينضم إلينا لتمكنا من قطع طريق حلب وضمننا ألا تصل إليه نجدة منها. إذا طال أمد الحرب حتى تصله نجدة من حلب فقد أخفقت حملتنا، وهذا ما يهون الموت دونه. إنني أتعطش شوقا لملاقاة هذا الرجل. لا أريد شيئا كما أريد قتله بنفسي. إنه أقرب إلى طرابلس منكم. إن شرف مملكتي يعتمد الآن على هذا، فإذا رجعت برأسه إلى بيت المقدس فقد انتهت أسطورة زنكي.